النهارده بقى هنعمل معاكم احلى سلطه طحينه، دي بتاعه المطاعم المشهوره. طبعا شفنا المكون السر طبعا. طب تعالوا بقى نشوف المكون السر دوت اللي هم حبايتين الكوسه دوت هنعملهم ازاي. طب دلوقتي المقادير بتاعتنا عباره عن نص كوبايه من الطحينه الخام، ونص كوبايه الطحينه الخام هناخد لها بقى ايه، حبايتين من الكوسه. ده المكون السري بتاع المطاعم المشهوره اللي ما بيحبوش يقولوا عليه، وانا جبته لكم ده حصر يا جماعه. وان شاء الله تعملوا احلى سلطه طحينه من غير اختراعات ومن غير اي حاجه. تمام، جبنا كده حبايتين من الكوسه وهنبتدي دلوقتي نحكهم زي ما حضراتكم شايفين. انا حبيت اوريكم وانا ايه بحك الكوسه، عشان بعد كده ما حدش يقول انت عملتيها بقشرها، انت حطيتيها كده او ما غسلتهاش. انا حبيت اوريكم كل حاجه بالتفاصيل، تمام، زي بتاعه المطاعم المشهوره يا جماعه، بجد هتوديكم في حته تانية خالص. تمام كده، جبنا كده حبايتين من الكوسه حكيناهم حلو، وبعد كده هنبتدي ايه نخرطهم اي تقطيع عشوائي عادي ما بتفرقش. اهم حاجه بعد ما نخرطهم هناخدهم ونغسلهم حلو، نغسلهم كده مرتين كده. تمام، بعد ما غسلناهم كده حلو هنحط لهم كوبايه الا ربع من الميه. احنا كل اللي عايزينه من الكوسه ديت بس ربع كوبايه من الميه الكوسه عشان تمشي معانا الخلاط. هي كوبايه الا ربع من الميه حطيناها مع حبيتين الكوسه، هتاخد غلوه معانا وهنهدي النار بتاعتنا عادي. النار عادي يا جماعه هاديه في حدود العشر دقايق بالظبط، وبعد كده ايه نسيبها وعقبال ما تستوي نكون جهزنا الطحينه. طبعا حطينا نص كوبايه من الطحينه، نص كوبايه من الطحينه يعادلوا معلقتين كبار من الطحينه الخام، اي نوع طحينه حضرتك بتفضليه. فضينا الطحينه كويس من الكوبايه، وبعد كده هنحلها بشويه او نفكها بحبه ميه دافيه، يعني عباره عن نص كوبايه ميه دافيه هنفك كده بها ايه الطحينه. اهم حاجه نخلي القوام بتاعها ولا يكون خفيف ولا يكون تقيل، احنا اللي بنتحكم فيه. بقول لك بالكوبايه دي هنحط نص كوبايه من ايه الميه الدافيه او ميه سخنه، مش هتفرق، اهم حاجه تبقى سخنه. تمام، لا دافيه لا سخنه. تمام، مغليه برضو مش هتفرق، مغليه او دافيه عادي. تمام، انا بقول لكم كل حاجه بالتفاصيل. تمام، بس اهم حاجه ما تكونش برد. تمام، دلوقتي انا لقيت القوام بتاعها تمام. انا حطيت نص كوبايه الطحينه، خدت معايا نص كوبايه من الميه ايه السخنه، وابتديت ايه اقلبها وشفت القوام تمام. عشان لسه عامل قوام الكوسه، انا بقول لك كده الكوسه عندي كده استوت وطفيت عليها. تمام، وفيها حبه ميه كده قيمه ربع كوبايه من الميه. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف بالجرامات، وانا بقول لكم ايه بالكوبايه وبالمعلقه. تمام، ادي الكوسه بتاعتي اهي استوت ودابت بقت حلوه كده في حدود العشر دقايق على نار هاديه. تمام. تمام، وطبعا فيها ايه نسبه كده ربع كوبايه ميه، شايفين الميه اللي نزلت، او 3 معالق ميه. تمام، ما تقلقوش هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. تمام، دلوقتي جبت الكوسه بتاعتي وضربتها ايه في الخلاط، حبه الميه ايه مع الكوسه عشان يمشوا معايا الخلاط اللي هم الميه بتاعت الكوسه. ضربتها حلو ونعمتها وخليتها زي الميه كده زي ما حضراتكم شايفين، اهم حاجه ننعمها ونخليها زي الميه. تمام، اهي زي ما حضرتك شايفه كده. تمام، طبعا انت بتطلع منها بخار ده سخنه، مش هتفرق يا جماعه، هي هتبرد دلوقتي عادي مفيش اي حاجه. حضرتك عايزه الكوسه بتاعتك تبرد بعد كده تضربها في الخلاط، حاجه ترجع لك عادي، بس ما تخافيش مش هتعمل لك حاجه في الخلاط ولا هتبوظ. تمام، حطينا الكوسه وبنقلبها حلو كده، وقوامها لقينا قوامها حلو وجميل جدا. هجيب بس حاجه معلقه ميه كده ولا حاجه معلقتين بس ايه امسح ايه الخلاط بيهم. تمام، احط بقيه صوص الكوسه يعني. تمام، بعد كده بقلبها قوامها تمام بقى حلو، بحط بقى معلقه خل، ومعلقه الخل دي بتطعمها يا جماعه بتظبط القوام بتاعها، معلقه واحده ما نكترش. تمام، ما حطيتيش ليمون، ما حطيتيش كمون، توم، الحاجات دي بتدي مزازه يا جماعه، بتوع المطاعم مش بيحطوها، بتدي مزازه وبتخلي طعم الطحينه مش حلو. تمام، ده السر من الاسرار اللي انا بقول لكم عليها، بقول لكم انا بجيب لكم السر ده من مطعم ابو علي اللي في اسماعيليه، اسرار يعني محدش قالها قبل كده. تمام، حطينا دلوقتي معلقتين من الزيت عشان يظبطوا معانا الطحينه، وبقول لك معلقه صغيره من الملح، والملح حسب الرغبه، وحاجه بسيطه من الشطه الحاميه، لو عندك اطفال ما تكتريش من الشطه، والشطه اللي عندك دي اختياري. تمام، قلبتها كده حلو، وطبعا شايفين القوام ادي كده سلطه الطحينه الجاهزه جاهزه معانا. واقول لك الكوبايه دي نص كوبايه من الطحينه خدت معانا نص كوبايه من الميه السخنه، وخدت معانا من الكوستين اللي احنا ضربناهم. القوام بتاعنا جميل ازاي، ولا حطينا عيش. وطبعا عايزه اقول لك الدقيق والعيش يا جماعه بيكتبوا معانا الطحينه، وطبعا الدقيق اساسا ما بيبقاش مستوي بيبقى طعمه ظاهر، والعيش مش هنعمل احنا فته يا جماعه. تمام، دي بجد احلى طحينه واحلى سلطه طحينه زي بتاعه المطاعم. اتمنى ان انتوا تعجبوها تعملوها وما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وربنا يستر على بتوع المطاعم ما يزعلوش مننا بقى. شايفين القوام وشايفين عملت معانا كمية قد ايه. تمام، السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.